بيبدأ الانمي مع شركة كبيرة اسمها شركة اجامي، وبنعرف ان الشركة دي بتقوم بتصنيع وحوش مرعبة اسمها اللاعبين، والهدف من الوحوش دي هو التسلية للبشر، لان الوحوش بتقتل بعضها بطريقة مرعبة لو فضلوا في مكان واحد. وبنكتشف ان شركة اجامي عاملة مكان مخصوص تحت الارض ومخصصة حلبات مصارعة مجهزة للنوع ده من المعارك والمصارعات، وبيحضر المعارك دي عدد كبير جدا من رجال الاعمال الاغنياء، لحد ما في يوم بتحصل الكارثة الكبيرة، وهي ان واحد من الوحوش تم فقد السيطرة عليه وبيكسر الحلبة وبيخرج منها يقتل كل البشر اللي قدامه. ومش بس ده اللي بيحصل، دول في لحظة واحدة بيفقدوا السيطرة على كل الوحوش اللي في المختبر. وساعتها كان في عالم في المختبر بياخد طفل صغير بتتم عليه التجارب وبيهرب، ولما بيحاول يوقفه اجامي صاحب الشركة وياخد منه الولد بيرفض وبيقول له مستحيل اخلي مصيره زي مصير باقي الوحوش. وبيعدي على اليوم الكارثي ده سنين، وبنكتشف بعدها ان الوحوش بقت عايشة مع البشر في المدينة عادي، وللأسف محدش بيقدر يتعرف عليهم لأنهم بيتحولوا البشر بكل سهولة. والدليل إن واحد من الوحوش بيعدي من جنب بشري وفي لمح البصر بيقتله وبيوقعه غرقان في دمه من غير ما حد يكتشف مين قتله وإزاي مات. ولكن لما بتيجي الشرطة تحقق في جريمة القتل بيقدر المحقق يعرف إن سبب الوفاة هو وحش الرياح، واللي لحد دلوقتي مش عارفين حتى شكله البشري ولا مكانه. وفي نفس الوقت ده بيعدي اجامي صاحب الشركة وبيبان انه لسه بيدور على الطفل اللي اخده العالم من المختبر، وبيكون عنده امل انه ممكن يكون لسه عايش، وبيصمم انه يلاقيه في اسرع وقت. وفي الوقت ده في مكان تاني فقير جدا بنشوف طفل اسمه جين، وبنعرف ان جين عايش مع جده في كوخ صغير، وحلمه هو انه يشتري بيت كبير يعيش فيه مع جده. ووقتها بيجي لجين اتصال من اصحابه، وقبل ما يخرج عشان يقابلهم بيديله جده درس جديد زي ما متعود دايما. ودرس النهارده كان عن العنف، وبيبدأ الجد كلامه وبيقول له جميل انك تحقق العدالة، ولكن لازم تحققها لانك حابب ده، واوعى تستخدم العنف بدون اسباب، لان العنف بيسبب الكراهية، والكراهية بتحول الانسان تماما. واعتبر ده اهم الدروس اللي قلتها لك يا جين. وفعلا بيسمع جين كلام جده وبيوعده انه هينفذ كلامه. وفي واحد من الشوارع المظلمة في المدينة بنشوف 2 بلطجية وهم بيثبتوا بنت وعايزين يسرقوها، ولحسن الحظ ان جين بيظهر في الوقت المناسب، بيقول لها انه مستعد ينقذها مقابل مبلغ مادي، فبتوافق فورا من غير تردد. وساعتها بينزل جين وبيضرب الاتنين دول ضرب قوي. والمفاجأة ان طفل في سنه يبقى عنده كل القوة والمهارة دي في فنون القتال، لانه بالفعل بيقدر لوحده يعلم البلطجية درس ويخليهم يبعدوا عن المكان ده. ساعتها بتفرح البنت وبتشكره، وقبل ما تديله الفلوس بيظهر اصحابه كوجا واخته كونوها، والاتنين بيسحبوا جين بالاجبار قبل ما ياخد فلوس من البنت. وبيقول له كوجا ما ينفعش تاخد فلوس مقابل مساعدتك للناس، انت كده مش بتحقق العدالة. وبنعرف ان جين واصحابه بيعملوا دوريات وبيساعدوا الناس، وبيبان كمان انهم من عيلة غنية عكس جين. ووقتها بيلاحظ جين ان كونوها مغطية ايديها، وعشان كده بيسألها هو انت كمان عندك ختم زيي؟ وبيكشف لهم عن ايده اللي دايما مغطيها، وبيظهر ان فيها علامة غريبة. وبيقول لهم وقتها جدي بيقول لي ان ده اسمه ختم الملاك، انا مش عارف ايه سببه، ولكن هو قال خلي الموضوع ده سر ما ينفعش اقول لحد. ولما بيكتشف ان كونوها مغطية ايديها علشان مجروحة مش اكتر بيطلب منهم انهم يحافظوا على سر الختم اللي في ايده. وفي نفس الوقت ده بنشوف وحش الرياح وهو ماشي في الشارع، وفجأة بيظهر شخص قدامه اسمه هايتاني، وبيقول لي ايه رأيك تتنقل للمستوى التاني وتترقى في جرائم القتل. اما جين فبيسيب اصحابه وبيمشي، وبيقابل في الشارع نفس البنت اللي انقذها مرة تانية، والمرة دي بتشكره وبتديله الفلوس اللي طلبها، وكمان بتديله عنوان المكان اللي شغالة فيه، وبتقول له لو احتاج اي حاجة يجي يطلبها منها. فبيرجع جين لجده وهو فرحان، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي كل الناس اللي في الحي واقعين على الارض ومقتولين. ولما بيدخل لجده بيلاقيه هو كمان في انفاسه الاخيرة. وقتها كان جين مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وعشان كده بيسأل جده ليه كل الناس دي نايمة في الشارع، وده لانه حتى ما يعرفش يعني ايه موت. وقتها بيقول له جده حافظ على قلبك البشري يا جين، واوعى تفرط في انسانيتك، كاخر درس هعلمه ليك. وبعدها بيموت الجد بين ايدين حفيده. وقتها جين ما كانش فاهم ان جده مات، وبيفكر انه بس تعبان شوية، وعشان كده بياخده بسرعة وبيروح للدكتور يعالجه. ولكن الدكتور ما كانش عنده ضمير لدرجة انه بيرفض يعالج الجد لانهم مش معاهم فلوس كفاية. فبيتصل جين على كوجا عشان يساعده، ولكن للاسف وقتها كان والده بيتخانق معاه، وده لانه بيخرج يلعب في الشارع مع جين المتشرد، وده بيضر بسمعة العيلة الغنية. ولما بيشوف جين بيتصل على ابنه بيمسك التليفون وبيكسره خالص. ساعتها جين كان وحيد ومش عارف يتصرف ازاي، لحد ما بيفتكر البنت اللي انقذها، وفعلا بيروح لها على عنوان شغلها
وبيطلب منها المساعدة، وهي بدون تردد بتاخده بسرعة على المستشفى. وهناك بيكتشف جين الحقيقة الصادمة، وهي ان جده مات، وبيجي المحقق عشان يحقق في جريمة القتل. ولما بتلاقي البنت ان جين ما عندوش بيت يعيش فيه ولا قرايب، عشان كده بتاخده معاها للبيت وبتعرفه على نفسها وان اسمها اكيمي، وبتهتم بيه اكيمي وكأنه فعلا ابنها. وده بيخلي جين يفتكر جده وينهار لانه مش هيقدر يشوفه مرة تانية. وتاني يوم بتقرر اكيمي انها تنزل السوق وتاخد جين معاها يغير جو، وبتلبسه هدوم من هدوم ابنها اللي حاليا مع والده، وهي ما تعرفش عنه اي حاجة. واثناء ما كانوا راجعين بيظهر قدامهم وحش الرياح اللي بضربة واحدة من لسانه المرعب بيصيب اكيمي اصابة خطيرة. ووقتها بيترعب جين من اللي بيحصل، ولكنه مع ذلك بيقف قدام اكيمي وبيحميها من الوحش. وساعتها الوحش بيستفزه بالكلام لما بيقول له انا هقتلها قدام عينك زي ما قتلت لك جدك. وهنا بيعرف جين ان المجرم ده هو اللي حرمه من جده. ولما بتقوم اكيمي وبتضرب الوحش عشان تخلي جين يهرب، بيضربها الوحش ضربة تانية ودي اللي بتقضي عليها. وفي اللحظة دي بيبدأ جين يحس بطاقة وقوة غريبة بتسيطر على جسمه كله، والقوة دي كانت كبيرة لدرجة انها بتأثر على كل اللي في المكان حواليه. وفجأة بيضرب الوحش ضربة قاتلة بتنهي عليه في لحظة، ومن بعدها بيقع مغمى عليه من شدة الإرهاق. وهنا بيظهر هايتاني اللي بيقول وقتها انا كنت متأكد انك زيت، ارجوك اكبر بسلام لاننا محتاجين قوتك. وبعد فترة بيفوق جين بيلاقي نفسه في المستشفى، وبيلاقي المحقق مستنيه فوق عشان يعرف منه ايه اللي حصل. ساعتها بيقول له جين انه مش فاكر اي حاجة من بعد هجوم الوحش عليهم. ولما بيشوف المحقق محبط بيقول له نصيحة مهمة جدا، وهي اوعى توطي راسك، وكل ما تحس بالاحباط ارفع راسك لفوق عشان تلاقي الامل. ولما بيسأله جين يعني ايه الامل، بيفتح له باب الاوضة اللي جنبه عشان يتفاجئ باكيمي لسه عايشة. وقتها بيفرح جين جدا وبيطلع يجري عليها وهو فرحان انها لسه عايشة، ودي كانت اول مرة لجين يعرف فيها معنى الامل. وبيعدي كام سنة على اخر حادثة للوحوش لحد ما بيظهر وحش جديد اسمه وحش النار، واخبار الجرائم والحرائق اللي بتحصل بسببه بتنتشر في كل المدينة، لحد ما هو كمان بيظهر له هايتاني وبيسأله ايه رأيك واستخدمت قوتك دي في حاجة مهمة وانضميت لينا لجماعة الايفول. وفي الوقت ده بنكتشف ان كونوها لسه بتساعد الناس، والمرة دي عن طريق انها بتوزع هي والدتها اكل على الناس المحتاجين. وفي مرة بتشوف اتنين فقراء بيتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة بسبب الاكل اللي خلص. وقتها ما بتقدرش تستحمل الخناق ده وبتروح عشان تبعدهم عن بعض، ولكن برضه مش بتقدر عليهم بسبب قوتهم، لحد ما فجأة بيظهر شاب في نصهم وبيبعدهم عن بعض. وبنكتشف وقتها ان الشاب ده هو جين، وحتى كونوها بتقدر تتعرف عليه بسبب الختم الموجود في ايده. ولما بتنادي عليه بيقول لها انه مبسوط لانها لسه بتساعد الناس وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيروح لاكيمي اللي بنكتشف انها فتحت مشروع صغير في الشارع، وده بعد ما اتطردت من شغلها ومفيش حد موافق يشغلها بسبب الاصابة المخيفة اللي في وشها. وبيكون جين متضايق انه مخليها هي تشتغل، وعشان كده بيعرفها انه هيدور على شغل، لكن هي بتمنعه وبتقول له الاهم من الشغل انك تركز على دراستك ومستقبلك. وفي نفس الوقت ده في شركة اجامي بنشوف اجامي صاحب الشركة وهو مع العالم في المختبر، وبيكونوا بيحاولوا يصنعوا لاعب جديد شبه زيت اللي اتسرق من المعمل وقت ما كان طفل. ولكن للاسف تجربتهم بتفشل، والنسخة اللي صنعوها كانت زيها زي اي لاعب مفيش اي اختلاف. وعشان كده بيقول اجامي احنا لازم نلاقي زيت الاصلي. وبعد كده بنروح لحفلة مدرسة كوجا اللي بيحضرها كل عيلة اجامي لانها تبقى عيلته. ولما بيجي الدور على كوجا علشان يتكرم بيسألوه ايه هو حلمه، بيرد عليهم وبيقول لهم حلم اكون بطل خارق احقق العدالة وانقذ البشر من اي شر، خاصة شر الوحوش زي وحش النار اللي جرايمه انتشرت في كل مكان، وانا هفضل وراه لحد ما اخلص عليه بنفسي. وبعدها بتقول كونوها لاخوها انها قابلت جين النهارده صدفة، فبيفرح كوجا جدا لان جين بقاله سنين مختفي وما كانش يعرف عنه اي معلومات. وبيعرف اخته ان النهارده هيرجع لدوريات العدالة من تاني وانه عايزها تكون معاه. وطبعا كونوها مش بتكدب خبر وبتوافق وبتمشي معاه فورا. وبيظهر ان كوجا اتعرف على اصحاب جداد بيساعدوه في تحقيق العدالة، ولما اكتشفوا ان في حريق كبير في المدينة بيتحركوا فورا على هناك. وقبلها بيبدأ كوجا يحط كريم عازل للنار، وفي نفس الوقت ده بيحس جين باحساس غريب، وعشان كده بيمشي ورا احساسه لحد ما بيوصل للحريق. وهناك بيتفاجئ بوحش النار بيهاجمه وبيقول له انا كنت مستنيك. وفعلا بتبدأ بين الاتنين خناقة كان كل هدف وحش النار فيها انه يقضي على جين، ولكن جين بصعوبة بيقدر يفلت منه ويدخل البيت عشان ينقذ اللي فيه. ساعتها كان كوجا هو كمان وصل ودخل ينقذ اللي في البيت، فبيتقابل هو وجين جوه وبيكونوا فرحانين انهم يتقابلوا تاني علشان يساعدوا الناس. وقتها بيكتشفوا ان في ام وولادها الاتنين موجودين وسط الحريق. ساعتها بيقول كوجا بكل اسف انهم مضطرين يضحوا بالام علشان ينقذوا الاولاد.
الأولاد، وده لأنهم مش معاهم وقت ينقذوهم هما التلاتة. ولكن جين بيرفض الفكرة دي وبيقول احنا هننقذهم هما التلاتة، انت ما عندكش فكرة عن حياة الأيتام بتبقى صعبة ازاي، وعشان كده لازم ننقذ الأم، وعشان لو حتى ماتت يبقى كلهم يموتوا سوا ومحدش يعيش يتيم أو وحيد. وفعلا بيبدأ جين عملية الإنقاذ برغم اعتراض كوجا، وبيحط الأم وسط الأولاد في سرير وبيرميهم من البيت، فبينزل كوجا وراهم بسرعة علشان ينقذهم. وبالفعل بيلاقي الأولاد والأم لسه عايشين، فبيتأكد إن جين هو الصح وكان معاه حق. ووقتها بيجي فريق الإنقاذ وبيشوف كوجا، فبيفكر إن هو اللي أنقذ العيلة. في نفس الوقت اللي بيرجع وحش النار يهاجم جين مرة تانية، وعنده إصرار رهيب إنه يقتله، وبيقدر بكل قوته إنه يطعن جين في صدره بإيده النارية. ومن قوة الطعنة بيفكر وحش النار إنه خلاص خلص عليه، ولكن اللي بيحصل بعد كده بيصدم الكل، لأن جسم جين بيبدأ يتحول بشكل غريب ومرعب لحد ما بيضغط على ايد الوحش وبيفصلها عن جسمه. والمفاجأة ان جين بيتحول للاعب زي باقي اللاعبين، ولكن المختلف انه مش بيقتل البشر بل بيحميهم. واول ما بيشوف الوحش بينادي عليه باسم زيت. ساعتها بيستخدم جين الطفاية الهوائية وبيطفي كل النار اللي في جسم الوحش، وبعدها بيطعنه لحد ما بيوصل لقلبه وبيخلص عليه. وبمجرد ما الوحش بيموت بيرجع جين لشكله الطبيعي مرة تانية، ومن شدة المجهود اللي عمله بيقع مغمى عليه. وساعتها بتقع السلسلة اللي في رقبته اللي كانت هدية من جده، ووقتها كونوها اللي بتشوفها وبتاخدها من على الأرض. في نفس الوقت اللي بيوصل فيه فريق الإنقاذ وبينقذوا كل الموجودين في المكان بما فيهم جين اللي بينقلوه لمستشفى شركة أماجي. وهناك كانت كونوها منهارة وخايفة على جين، وكوجا كان بيتخانق مع والده لأنه عايز يمنعه من تحقيق العدالة. أما الجد الكبير أماجي فكان واقف جنب جين اللي نايم وفاقد الوعي، وأول ما بيشوف الختم اللي على إيده بيعرف إن ده زيت الطفل اللي اتسرق من المختبر من سنين. وقتها بيحس أماجي بفرحة كبيرة لأنه أخيرا لقى اللاعب اللي كان بيدور عليه واللي محدش عارف يصنع زيه مرة تانية. وبعد فترة بيبدأ جين يفوق من إغمائه، وأول ما بيفتح عينه بيشوف أكتر مشهد مرعب ممكن يشوفه في حياته، وهو أكيم اللي بيعتبرها أمه اللي اهتمت بيه وربته وهي مغمى عليها، ووحش شكله مرعب بيحاول يقتلها. وساعتها بنكتشف إن الوحش ده هو النسخة التانية من زيت اللي حاولوا يصنعوه بنفسهم بعد ما جين اختفى. وأول ما جين بيشوف أكيم في خطر تلقائي وبسرعة كبيرة بيبدأ يتحول لهيئته الوحشية. ولكن الغريب ان النسخة اللي بيتحول لها من زيت كان لونها ابيض. وقتها كان اماجي وباقي العلماء في المختبر بيراقبوه عن طريق كاميرات مراقبة، ولما بيشوفوا لونه الابيض بيعرفوا انه لحد دلوقتي لسه ما تحولش التحول الكامل اللي هيتغير فيه لونه الابيض للونه الاحمر ويبقى بكامل قوته. وبيقدر جين انه يقتل نسخة زيت بكل سهولة. كل ده ومؤشرات التحول اللي في جسمه بتزيد بسرعة جنونية. وبعدها بيقف يبص من الازاز اللي بيراقبوه منه، وبرغم انه عازل وهو مش بيقدر يشوف حاجة الا ان نظرته القتالية بتخليهم هم يترعبوا، لحد ما بيكسر الازاز وبيكون عايز يخلص عليهم هم كمان بسبب اللي عملوه في اكيمي. ولكن فجأة بيلاقي اكيمي جاية من وراه، والغريب انه بيشم فيها ريحة الوحوش اللي بيقدر يتعرف عليها بسهولة عن بعد بسبب ريحتهم المميزة، وده بيخليه يترعب عليها ويسألهم على اللي عملوه فيها وازاي حولوها لمسخ مرعب بالشكل ده. وقبل ما يحاول انه ينقذها بيجي واحد من رجالتهم وبيضربها طلقتين بيخلص عليها بين ايدين جين. في نفس الوقت اللي بيلاحظوا ان مؤشر التحول في جسمه بينزل بسرعة كبيرة جدا لحد ما فجأة بيرجع لهيئته البشرية مرة تانية وبيغمى عليه. وساعتها بيكتشف ان جين بيرجع لهيئته البشرية بعد ما بيخلص مهمته في قتل الوحوش. وفي نفس الوقت ده عند كوجا بيكون بيتمرن وهو بيفتكر اللي حصل امبارح وازاي جين هو اللي انقذ العيلة، ولكن المنقذين افتكروا ان هو اللي انقذهم، وعشان كده فجأة اتحول لبطل في يوم وليلة. وبيفتكر كوجا انه من صغره كان بيحاول بالفعل يحقق العدالة، ولكن للأسف كل مرة كان بيفشل يحققها لوحده، واللي فعلا كان بيساعده هو جين اللي كان دايما أقوى منه. وساعتها بيكتشف كوجا انه بالفعل ضعيف وانه لازم يبقى أقوى من كده. ووقتها بتيجي كونوها تطمن على أخوها وبتعرفه انها لقت سلسلة جين وانها موجودة معاها، فبيقول لها كوجا انه مستحيل يقدر يواجه جين في الوقت ده، وده اللي بيخليها تسأله ايه هو معنى العدالة بالنسبة لك يا كوجا؟ انا حاسة انك عايز تبقى بطل خارق عشان الشهرة مش اكتر. وبعدها بتمشي وبتسيبه يفكر في سؤالها الصعب وجوابه الصادم بالنسبة له. اما جين فبيكون فاق من الاغماء مرة تانية، والمرة دي كان اكتر عصبية وغضب، خاصة بعد ما شاف اماجي بعد اللي حصل مع اكيمي، وعشان اماجي يقدر يتكلم معاه بيدوله حقنة مهدئ وبعدها بيكتفوه وبياخدوه معاهم، وده لان اماجي قال له انا لازم اوريك مكان مهم. وفعلا بياخدوا معاه المكان مهجور تحت الارض، وبيظهر ان المكان ده هو الحلبة القديمة اللي كانت بتقوم فيها مباريات الوحوش. وبيتفاجئ جين ان على بوابة الحلبة حلقة ضخمة شبه الختم اللي في ايده بالظبط. وهنا بيقرر اماجي يحكي
بيحكي له الحكاية من البداية، وده لما بيقول له أنا شركتي كانت مخصصة في تصنيع ألعاب الأبطال الخارقين لحد ما المبيعات بدأت تقل والشركة بدأت تخسر بشكل كبير، وقتها كان لازم ألاقي حل عشان أزود أرباح الشركة مرة تانية، لحد ما في يوم واحد من رجال الأعمال اقترح عليا أصنع وحوش اللاعبين، وأقنعني إن الفلوس اللي هاخدها من المباريات هتكون ضخمة تصنع ثروة جديدة، وعشان كده أنا وافقت وبدأت في تصنيع اللاعبين بإشراف من ابن على الموضوع، ولكن كان لازم أصنع حاجة تسيطر على اللاعبين، وعشان كده اتفقت مع العالم كانزاكي وقام بتصنيعك، ومهمتك كانت إنك تكون صياد لوحوش اللاعبين وبنفس قوتهم. ولكن في يوم من انقلاب اللاعبين حصل اختلاف بيني وبين كانزاكي، وهو سرقك من المختبر وقرر إنه هيربيك كبشري بعيد عن حياة اللاعبين، ومن يومها وأنا ببحث عنك لحد ما أخيرا لقيتك. ساعتها جين بيكون مصدوم من كل الحقائق اللي بيسمعها، وبيكتشف إن جده يبقى في الحقيقة العالم اللي صنعه، وبيسأل أماجي وإيه المطلوب مني دلوقتي، فبيعرفوا إن المطلوب منه إنه يؤدي المهمة اللي اتصنع علشانها، وهي إنه يقضي على كل اللاعبين. وهنا جين بيرفض كلامه وبيعرفهم إنه مستحيل يفكر يساعدهم بعد اللي عملوه في أكيمي، وفجأة بيقع على الأرض وبيتشنج، وبيبدأ الختم اللي في إيده يضيء مع الختم الموجود على الحلبة، ولكن بسبب ضعف جين ما بيقدرش إنه يتحول. أما أماجي فبيعرف إن أكيمي هي نقطة ضعف جين، وإنه كان معاه حق لما استخدمها عشان يأثر عليه، وعشان كده بياخده معاه وبيخليه يشوفها وهي موجودة في الكشك بتاعها وبتشتغل بشكل طبيعي. ساعتها بيتصدم وبيطلع يجري عشان يطمن عليها، لكن أماجي بيمنعه وبيقول له إنه دلوقتي بقى خطر عليها، في نفس الوقت اللي بتروح فيه كونوها لأكيمي عشان تديها سلسلة جين اللي وقعت منه، فبتطلب منها أكيمي تخلي السلسلة معاها وبتقولها تديها له هي بنفسها أفضل. أما جين فبيكون رجع مع أجامي المقر الشركة اللي بيقول له وقتها إن اللي شافه هتتحول أكيمي وقتلها كان مجرد وهم هم صنعوه عشان يخلوها ينفعل ويتحول، ولكن في الحقيقة أكيمي لسه عايشة وبخير، وبرضه بيعرفوا إنه دلوقتي في خطر، وأي حد قريب منه هيكون معرض للخطر، لأن الوحوش كلها دلوقتي بتسعى وراه عشان تقتله لأنه عدوهم الأول، وده معناه إن أي نقطة ضعف ليه لازم هيخلصوا عليها في الأول. وعشان كده بيقول له أنت قدامك حلين، يا إما تنسى كل كلامي وتعيش حياتك بشري زي ما كانزاكي كان بيتمنى، يا إما تبقى زيت وإحنا هنساعدك تتحول بشكل كامل، وبعدها هتساعدنا نتخلص من كل الوحوش. وده بيخلي جين يسأله يعني أنا لو بقيت زيت هقدر أحمي أكيمي، فبيأكد له أجامي إنه بالفعل يقدر يعمل كده، وعشان كده بياخد جين قراره في التحول لزيت، ولكن قبلها بيقول شرطين لأماجي. الشرط الأول إنه يساعد أكيمي ترجع لشكلها الطبيعي ويعالجها من الإصابة، والشرط التاني هو إنه يساعدها تلاقي ابنها اللي ما تعرفش عنه أي معلومات من سنين. فبيوافق أماجي على كل شروط جين، ولكن قبلها بيطلب يكتب رسالة وداع لأكيمي عشان يطمن عليها، ومن هنا بتبدأ مرحلة جديدة في حياته، مرحلة تحوله من جين البشري للاعب زيت. وبيعدي سنتين على اليوم ده، وفي يوم بنشوف محقق الشرطة وهو بيحقق في جريمة قتل جديدة بسبب الوحوش، والمرة دي بيكون الوحش أقوى من أي وحش عدى عليه، لأنه بيحول جسم الإنسان لرمل بعد ما بيدمره تماما وبيفصل كل أجزائه عن بعض، فبيسميه المحقق باسم وحش الرمل. وبعد ما بيرجع المحقق لمركز الشرطة بيروح علشان يطلع جين من الحجز، وبينصحه إنه يبعد بقى عن الخناقات اللي بيدخلها كل يوم. وقتها بيقول له جين ده شغلي، أنا بساعد الناس المحتاجة للمساعدة بمقابل وما عنديش شغل غير ده. وبعدها بيسأله جين سؤال مفاجئ وبيقول له أنت لسه مهتم بيا طول السنين دي؟ ساعتها بيرد على المحقق بكل صراحة وبيقول له لأن شفتك بتكبر قدام عيني، وشفت الحياة الصعبة والظروف اللي مرت بيها من صغرك، ولكن لو اهتمامي بيك مضايقك كان ممكن أبعد عنك. وقتها بينفي جين كلامه وبيقول له أنا مبسوط باهتمامه، وبيرجع يقول له نفس الكلمة اللي المحقق قالها له وهو صغير لما قال له يدور على أمل ويخلي راسه دايما مرفوع، وبيعرفوا جين إنه بسبب الجملة دي لسه عايش ولسه بيدور على أمل. وفي نفس الوقت ده بنشوف 3 من وحوش اللاعبين وهم محاصرين بشري وبيقتلوه بطريقة بشعة جدا، وده عن طريق إنهم بيدوبوا جسمه بمادة كاوية موجودة في جسم واحد فيهم. وللأسف بتشوف الجريمة البشعة دي بنت كانت معدية في الشارع، وأول ما بيحسوا بيها بيطردوها هي كمان عشان يخلصوا عليها، ولكن البنت بتقدر تهرب منهم وبتدخل بيت جين، وساعتها بيشوفوها رجالة أجامي اللي بيتراقب جين بالكاميرات. ولما بيفكر واحد إنه يدخل ويروح يخرجها من بيته بيمنعه التاني وبيقول له إن الرئيس مأكد عليهم يراقبوا جين من بعيد ومجدي يتدخل في حياته. وبنعرف وقتها إن جين اتنقل لمكان جديد عايش فيه، وفي المكان ده بيتم مراقبته من كل حتة عن طريق رجالة أجامي، وده بعد ما خضع لاختبارات كتير وعرفوا ازاي يخلوه يتحول لزيت بسرعة أكبر، وده عن طريق لبان منشط لخلايا التحول في جسمه. ده غير إنهم بيسلموه هدوم مصنوعة مخصوص ليه، وميزتها إنها بتندمج مع جسمه وهتتحول وهتزود من صلابة جسمه. ومن اليوم ده وهو عايش لوحده، لكن برضه بيساعد كل الناس
اللي بتحتاج مساعدته. واثناء ما كان جين راجع لبيته بتشوفه كونوها اللي كانت موجوده في الحي اللي ساكن فيه هي والدتها، بيساعدوا المحتاجين وبيوفروا ليهم اكل كالعاده، وواحد منهم بينادي عليه وبيقول له يجي ياخد اكل معاهم، لكن جين بيتجاهله وبيكمل طريقه. وساعتها اول ما كونوها بتشوفه بتعرفه وبتنادي عليه باسمه، وبتعرف من سكان الحي ان جين عايش معاهم هنا من سنتين، وانه غامض وهادي جدا لدرجه ان النهارده اول مره يعرفوا اسمه. ومع ذلك من ساعه ما عاش هنا والمكان بقى امان اكتر، لانه بقى بيحارب اي عصابه او بلطجيه تفكر تسيطر على المكان. وقتها بتطلع كونوها تجري وراه علشان تكلمه، وبتقول له انها مبسوطه انها شافته تاني بعد طول المده دي، وبتعرفه كمان انها بتزور اكيمي من وقت للتاني، وعشان كده بتقول له انا عرفت من اكيمي انك بعت لها جواب وقلت لها انك لقيت اهلك الحقيقيين، لكن من الواضح انك عايش هنا لوحدك، ليه كدبت عليها وايه اللي بيحصل؟ وبرغم ان جين كان فرحان انه قابل كونوها مره تانيه، لكن سؤالها وسيره اكيمي بتفكر انه لازم يكون بعيد عن كل اللي بيحبهم، وعشان كده مش بيرد عليها، وكل اللي بيقولوا ليها انه مش عايز يشوفها تاني، ولا افضل انها ما تجيش الحي كله مره تانيه، وبيسيبها مصدومه من رده عليها وبيمشي. في نفس الوقت اللي بنشوف فيه كوجا وهو واصحابه الثلاثه اللي بيساعدوه دايما، والمره دي بيعرفوا انهم طوروا الادوات اللي استخدمها في حادثه الحريق، زي الكريم الواقي من النار والطفايه الهوائيه، وانه نسبه مبيعاتهم هي اكبر نسبه مبيعات بين كل منتجات الشركه، وده لانه دلوقتي بطل العداله في عيون الناس والكل عايز يقلده. وبرغم ان كل دي اخبار سعيده المفروض تفرح كوجا، الا انه بيكون متضايق ومش حاسس باي فرحه، وعشان كده بيعترف لمساعده واقرب حد ليه انه حاسس انه ما يستحقش كل الاهتمام ده، لانه من الاساس مش هو البطل الحقيقي، وده مخليه حاسس انه منافق، خاصه بعد ما اخته واجهته انه بيدور على الشهره اكتر من تحقيق العداله. وقتها بيقول له مساعده انا فاهم كلامك ومقدر افكارك، لكن انا مش عايزك تنسى ان هدفك الرئيسي هو مساعده الناس، وعشان كده انا طلبت من اصحابك انهم يطوروا البدله العسكريه لشركه اجامي ويحولوها لبدله بطلك الخارق المفضل الفاز، وده عشان تستخدمها في مساعده الناس وتبقى بطل خارق زي ما كنت بتتمنى. وما تقلقش كل ده هيحصل في السر من غير والدك او جدك يعرفوا بالموضوع. وبعد كده بيرجع كوجا للبيت، ووقتها بتقول له كونوها انها قبل جين، ولكنها ما لحقتش تديله السلسله، وبتعرفه انه طلب منها طلب غريب وهو انها ما تقابلوش تاني. ولما بتسال اخوها لو كان هيقابل جين، بيقول لها لا انا مش هقدر اواجهه ومش هقابله غير لما اكون في نفس قوته واقوى منه. اما جين فبيكون رجع للبيت وشاف البنت اللي مستخبيه فيه، وبرغم انه بيستغرب من وجودها الا انه بيطردها من غير حتى ما يسالها ايه دخلها هنا. وقتها البنت بترفض انها تخرج من البيت، وبتقول له انها شافت جريمه قتل بشعه، وبتحكي له ازاي في واحد دوب جسم شخص قدامها بايده بس من غير اي ماده كاويه. فبيعرف جين ان ده ما كانش انسان عادي، ده كان وحش، وعشان كده بيقدر حالتها وبيسيبها قاعده في البيت وكمان بيعمل لها اكل. ولكنه بيكتشف ان البنت دي رغايه جدا، وطول ما هي قاعده بتتكلم وعايزه تعرف عنه كل حاجه. وفجاه بيبدا جين يحس ان الوحوش قريبه جدا من المكان، وعشان كده بيخرج بسرعه وبيقول للبنت تفضل في البيت وما تخرجش، لكن هي بتخاف تفضل موجوده لوحدها وبتطلع تجري وراه. وساعتها بتشوف شنطتها اللي وقعت منها قدامها في الشارع، فبتقرب منها عشان تاخدها. وهنا بيظهر الوحوش الثلاثه، وبيبان ان ده من البدايه كان فخ عشان يوقعوها فيه ويمسكوها، ولكن قبل ما يأذوها بيظهر جين قدامهم وبيقول لهم ابعدوا عنها والا هيكون اخر يوم في عمركم. وطبعا ما حدش بيهتم بكلامه وبيبداوا يتجمعوا عليه عشان يقتلوه هو كمان، ولكن هنا جين بيسدد لهم ضربات قويه بتاكد لهم انهم قدام خصم قوي. واول ما رجاله اجامي بيحسوا ان الموضوع هيتطور وان اللاعبين كلها هتبدا تتحول بشكلها الوحشي، بيروح واحد منهم وبيضرب البنت بطلقه مخدره فبيغمى عليها، وده علشان ما تشوفش ايه اللي هيحصل بعد كده. في نفس الوقت اللي بياكل فيه جين لبان التحول، وبيستمر في مواجهة واحد من الوحوش وبيحاول يتماسك قدامه لحد ما يبدأ يتحول، في حين ان الوحشين التانيين بيخافوا يتورطوا معاه وبيهربوا. وبمجرد ما جين بيتحول مش بيسمع على الوحش اللي قدامه، وبيبدأ معاه معركة قوية وبيضربه في كل مكان لحد ما في النهاية بيقدر يدمره ويقضي عليه تماما. ولكن اللي ما كانش عارفه ان في حشرة صغيرة لسه موجودة من الوحش، والحشرة دي لو كبرت تقدر تكون وحش مماثل تماما للي مات، وده معناه ان جين مكمل مهمته وما خلصش على الوحش بشكل كامل، وعشان كده مش بيقدر يرجع لهيئته البشريه مره تانية. ومش بس كده، ده كمان مؤشر التحول في جسمه بيزيد بشكل مرعب، لدرجه ان اجامي بيطلب من رجالته يوصلوا للحشره دي ويقتلوها بسرعه، ولكن وقتها في حد تاني بيوصل له قبلهم وبيقتله. والحد ده واحد من الوحوش اللي اسمه الكناس، تبع جماعه اسمها جماعه الايفول، المسؤوله عن القضاء على الوحوش اللي بتهاجم البشر وبتدخل في شؤونهم. وبمجرد ما الحشره
الحشرة بتموت بيرجع جين لهيئته البشرية مرة تانية، ولكن ساعتها بيتفاجئ بالكناس واقف وراه وبيثبته بسيف قوي. واول ما بيشوفه اجامي بيقلق على جين لان ممكن الكناس يخلص عليه في لحظة، وعشان كده بيتحرك فورا علشان يطمن عليه. في نفس الوقت اللي الكناس كان بيقول فيه لجين انت مين؟ انت مش وحش ولا حتى بشري، انا مش قادر احدد نوعك الاصلي. وقبل ما جين يرد عليه بيظهر هايتاني وبيقول للكناس ده زيت واوعى تقتله لانك لو قتلته الزعيم هيزعل جامد مننا. وبمجرد ما الكناس بيسمع كده بينسحب، في حين ان هايتاني بيرحب بجين وبيقول له ما تقابلناش من زمان. وقتها بيستغرب جين لانه ما شافوش قبل كده اصلا وبيساله انت مين، فبيعرفوا هايتاني انه واحد كان مستني يكبر من زمان. ولما بيساله جين هل انت لاعب وبيقول له انا من الايفول واحنا مش بنحب حد يقول علينا اللقب ده. وقبل ما يمشي بيشوف البنت اللي جين شايلها مغمى عليها وبيساله لو البنت دي تبقى حبيبته وبيقول له يهتم بيها كويس. وبمجرد ما هايتاني بيختفي بيوصل اجامي ورجالته، فبيحكي لهم جين كل اللي حصل وبيقول لهم ان كان في لاعب كمان موجود مع الكناس، ولان هايتاني كان معطل الكاميرات فللاسف مش بيقدروا يشوفوها ويتعرفوا عليه. وتاني يوم بتصحى البنت من النوم بتلاقي نفسها في بيت جين، وعشان كده بتشكره لانه انقذها ولولا كانت هتموت. وبتعرفه بنفسها وان اسمها تاناكا، وحتى جين هو كمان بيعرفها باسمه وبيقول لها انه موافق يسيبها تفضل هنا كام يوم لحد ما تطمن انها في امان، وبعد كده لازم تمشي وتشوف لها مكان تاني تقعد فيه. وفي نفس الوقت ده عند كوجا بيروح هو ومساعده للمختبر السري اللي اصحابه بيشتغلوا فيه على البدله العسكريه، وفعلا بيقدروا اصحابه يحولوا البدله العسكريه لنسخه كامله مكمله من البطل الخارق الفاز. وبرغم ان كوجا بينبهر بالنتيجه الا انه بيطلب منهم شويه تعديلات زي لون البدله الاسود اللي بيقول انه لازم يكون ابيض، وده لان العداله دايما بترمز للون الابيض. وفي الاثناء دي كانت كونوها في مسبح المدرسه لان عندها تدريب منفرد، واول ما بتقابل المدربه بيحصل شيء غريب جدا لان المدربه بيتضح انها من اللاعبين وبتقدر تسيطر على كونوها وتخليها تتصرف زي ما هي عايزه ومن غير ما كونوها تكون واعيه للي بيحصل. وفي الوقت ده بيكون كوجا راجع للبيت وفجاه بيوقفوا شخص عجوز في عربيته وبيقول له انا عارفك ومن اشد المعجبين بيك من اول ما اتكلمت في اللقاء الصحفي من سنتين وقلت انك بتتمنى تكون بطل خارق ونفسي اكون صديق مقرب ليك، وعشان كده انا هعمل لك اختبار ولو نجحت فيه هنكون اصحاب. وقتها بيستغرب كوجا وبيساله ايه الاختبار ده، وساعتها بيطلع العجوز فيديو لكونوها ومدربة السباحه بتغرقها في المسبح وبيقول له دلوقتي انت عندك اختيارين، يا اما تنقذ اختك في مقابل 3 غيرها هيموتوا النهارده، يا اما تنقذ 3 من الموت مقابل ان اختك هي اللي تموت. وبرغم انه كان اختبار فعلا قاسي جدا ولكن الاكيد ان كوجا يختار اخته. ولما بيروح بسرعه على المدرسه علشان يلحقها بيلاقيها بتتدرب بشكل طبيعي، مفيش اي حاجه غريبه حصلت او حتى كونوها نفسها اشتكت من اي حاجه. وتاني يوم بينتشر في الاخبار وفاه 3 طالبات في الثانويه وتقريبا في نفس عمر كونوها. واول ما كوجا بيشوف الخبر ده بيحس بذنب كبير لانه كان السبب في موتهم. في نفس اللحظه اللي بيتصل عليه العجوز مره تانية وبيقول له انت للاسف اخترت القرار الغلط في الاختبار، انا قلت لك ان عايز ابقى صاحبك وده معناه اني مستحيل كنت اذي اختك، ولكن انتظر مني اختبار تاني بقرارات جديده. ساعتها بيروح كوجا فورا يحكي لمساعده اللي حصل معاه وبيقول له انه متاكد ان العجوز ده هو السبب في موت البنات، ولكن مساعده وقتها بيقول له ان مفيش في ايدهم اي دليل وبكده مش هيقدروا انهم يتهموه. وفي نفس الوقت ده بنشوف اللاعبين اللي هربوا امبارح وقت المعركه اللي جين قتل فيها اخوهم الثالث، وبيبان انهم عايزين ينتقموا من جين لانه قتل اخوهم، وفي نفس الوقت خايفين ومش عارفين هل هيقدروا يعملوا كده ولا لا، لحد ما بيظهر هايتاني فجأة وبيقول لهم انه هيساعدهم، ولكن اهم حاجه هو انهم يخلصوا من جين للابد. اما عند جين فبيكتشف ان الاكل اللي في بيته خلص وبيعرف ان تاناكا عندها صداع مزمن مش بتخف منه وده بيحتاج تغذيه صحيه، وعشان كده بيقرر ينزل يشتري الاكل اللي ناقصهم. وبتقول له تاناكا انها هتروح معاه ومش هتقعد في البيت تاني لوحدها، وفعلا بتخرج تاناكا معاه في نفس اللحظه اللي كونوها كانت رايحه فيها هي وصاحبتها لجينا عشان ترجع له السلسله. هو بيبان انها فعلا معجبه بيه ومكسوفه تعترف له، وده بيظهر اكتر لما بتشوفه مع تاناكا، واول ما بتشوفهم سوا بتتصدم وبتكون مش عارفه تتكلم، على عكس جين اللي بيتخانق معاها وبيقول لها مش انا قلت لك ما تجيش هنا تاني وانا مش عايز اشوفك، وبعدها بيسيبها وهي غرقانه في الاحراج وبيمشي من غير حتى ما يسيب لها فرصه تقول له السبب اللي جابها. وبرغم معاملته القاسيه لكونوها الا ان تاناكا بتحس انها حد مهم عنده، وده بيبان من نظره الخوف اللي ظهرت في عينه في لحظه اول ما شافها. وفجاه بيقف جين في نص الطريق وبيحس ان في وحوش قريبه منه بشكل كبير، وعشان كده بيقول لتاناكا تفضل مكانها وما تتحركش. اما هو فبيرجع مره تانية لمكان كونوها وصاحبتها، وفعلا اللي خايف منه لقاه حصل. وبيظهر اللاعبين اللي اتكلفوا
وقتلوا ووصلوا لكونوها وصاحبتها وخطفوهم، وده بعد ما عرفوا انهم على معرفة بجين، وواحد منهم بيواجه جين في حين ان التاني كان بيراقب البنات. ولسوء الحظ ان جين بيكتشف انه نسي البان التحول في البيت، وده معناه انه هياخد وقت اطول بكتير لحد ما يتحول لزيت. في نفس الوقت اللي كونوها بتفوق فيه بتلاقي نفسها قدام كائن مرعب، ومن الخوف ما بتقدرش انها تعمل اي حاجة غير انها تتصل على اخوها وتطلب منه المساعدة. وقتها كان كوجا بيشوف اخر تعديلات تمت على بدلة الفاز، ولما بيجيله اتصال من كونوها وبيسمع صرختها قبل الخط ما يقطع بيعرف انها في خطر كبير، وعشان كده بيقرر انه يستخدم البدلة بسرعة ويروح ينقذها حتى من قبل ما تخضع للتجريب وعوامل الامان. وكل اللي كان في باله وقتها انه لازم ينقذ كونوها حتى لو هيضحي بحياته. ساعتها كان جين لسه في مواجهة الوحش اللي بيصيبه اصابة خطيرة جدا لدرجة انه بينزف. كل ده واجامي ورجالته بيراقبوا اللي بيحصل وبيستغربوا ليه جين ما استخدمش البان التحول، لحد ما بيستنتجوا انه اكيد نسيه في البيت. وقتها واحد منهم بيقول بالطريقة دي جين ممكن يموت في اي لحظة، احنا لازم نتدخل. لكن العالم اللي كان معاهم بيوقفه وبيقول له جين بالطريقة دي بيختبر قوة تحمل وتحول جديدة في جسمه، ولازم نسيبه يخوض التجربة لحد الاخر. وفعلا وقتها كان جين بيختبر قوة جسمه وبيحاول يعرف هيقدر يتحمل لحد فين وهيتحول بعد قد ايه، خاصة لان مؤشرات التحول في جسمه ضعيفة جدا، ومع ذلك كان اقوى من اي شخص عادي، وكان بيواجه الوحش بكل ما يملك. وساعتها الوحش كان بيحاول يستفزه وبيهدده وبيقول له اخويا دلوقتي مع كونوها وصاحبتها، هنا قلت له يقتلها بالطريقة اللي تعجبه، واكيد هو دلوقتي مستمتع وهو بيعذب فيها. وقتها كان جين متأكد انه بيكذب عليه مش اكتر، وان كونوها لسه عايشة، وده لانها الطعم الوحيد اللي يقدروا يسحبوه منه ومستحيل يتخلوا عنه بالسهولة دي. وعشان كده بيقول في سره انتظريني يا كونوها انا هنقذك في اسرع وقت. وبالفعل بيجري وبينط على اسطح البيوت لحد ما بيهرب من الوحش. ولحسن الحظ انه بيروح يستخبى في المكان اللي هي موجودة فيه، ولما بيشوفها كانت في حالة صعبة جدا، والوحش كان جرحها جرح كبير في رقبتها وبينزف بغزارة. ولما بيشوفها جين بالشكل ده بيدمع من الحزن وبيعتذر لها لانه اتأخر عليها وانه كان لازم يوصل لها اسرع. وقبل ما يهرب بيها جين هي وصاحبتها بيتفاجئ بطعنة جاية من ظهره وبتخترق صدره من قوتها، فبيضطر جين انه يسيبها مرة تانية وبيطمنها انه هيرجع لها، وبيروح يواجه الوحش التاني برغم اصابته الشديدة. وقتها بتبدأ صاحبة كونوها تفوق، ومن المنظر اللي بتشوفه قدامها بتصرخ برعب، فبتحضنها بسرعة وبتطمنها ان جين هينقذهم ومش هيسيبهم يموتوا. وبعدها بتبدأ تفقد الوعي بسبب النزيف اللي مش بيقف. ساعتها جين كان خلاص فقد كل قوته ومش قادر حتى يقف على رجله، ولحسن الحظ ان كوجا بيوصل في اللحظة المناسبة وبيقدر بالسلاح المتطور اللي معاه انه يقتل اول وحش. وقتها بيشوف جين والحالة الصعبة اللي هو فيها، وجين اول ما بيشوف بدلة الفاس بيعرف ان ده كوجا، وعشان كده بيقول له ينقذ كونوها بسرعة لانها بتنزف. وفعلا بيجري كوجا وبينقذ اخته وصاحبتها وبيحطهم في الطيارة اللي بيستخدمها في التنقل، وبعدها بيتواصل مع اصحابه وبيسألهم عن عدد الافراد اللي الطيارة تقدر تشيلهم، فبيعرفوا انها مصممة تتحمله هو بس بالبدلة العسكرية، لكن كونوها ضعيفة ويقدر انه يشيلها معاه. وقتها بيقول لهم كوجا ان كونوها معاها صاحبتها، ده غير ان صديقه هو كمان موجود في المكان ومصاب اصابة خطيرة ولازم يتنقل فورا للمستشفى. وهنا اللي بيرد عليه مساعده وبيقول له عشان تنقذ اختك لازم تتخلى عن صاحبتها وصاحبك وتجيب اختك وتيجي بسرعة على هنا، لان البدلة لسه قيد التدريب ومش عارفين ايه ممكن يحصل. ولكن وقتها كوجا بيرفض الحل ده وبيقول ان لسه في وحوش كتير هنا لازم يقضي عليه. وقتها بيحط المساعد في اختبار كمان وبيسأله لو كان معاه مركب نجاة واحد مش هيشغل فردين وفي 3 بيغرقوا منهم اخته، هينقذ نفسه هو واخته ولا ينقذ ال3 مع احتمالية انهم ممكن ينجوا هم ال4 ويغرقوا هم ال4. وقتها بيفتكر كوجا العجوز اللي حطه في اختبار شبه ده، والمرة دي القرار كوجا بيختلف تماما ومش بيختار ولا قرار منهم، بل فضل انه يبعت اخته وصاحبتها بالطيارة على المقر، اما هو فبيفضل عشان يحارب باقي الوحوش. وقتها بيعرفوا جيه مكانهم ومش بيقدر حتى يتحرك من مكانه، وساعتها بيشوفوا سكان الحي وبيعرفوا انهم هيقفوا معاه وهيساعدوه كمان هيحموه، وبيقولوا كلهم وقتها انت دايما ساعدتنا ووقفت معانا ودلوقتي جه الدور اننا نرد لك الجميل. ومهما حاول جين يفهمهم انه بيحارب وحوش وانهم مش هيقدروا يواجهوها بيكونوا مصممين انهم يحموه ويدافعوا عنه لحد اخر نفس. وفعلا بيروحوا كلهم باسلحتهم البسيطه وبيقفوا قدام الوحوش اللي يقدر يصنعها الوحش الهول باطراف ايده المتجدده. وقبل ما تهجم الوحوش وتخلص عليهم في ثواني بيظهر كوجا اللي بيقتلهم كلهم بسلاحه الفتاك في نفس الوقت اللي بيظهر فيها يتاني الجين مره تانية. والمره دي لما بيشوف حالته دي بيبدا يضرب فيه وبيقوله انت فاكر انك بالطريقه دي بتختبر جسمك؟ لا بالعكس، انت كده بتنهي نفسك بنفسك، جسمك بالحاله دي مستحيل يساعدك لانك ضعيف. وبعدها بيطلع حجر
حجر مسنن شكله غريب، وبيقول لجين الحجر ده اسمه الحجر الاحمر ومصنوع من نفس الخامات اللي اتصنع منه ختم الحلبة، ودلوقتي انا هخليك تحس بقوتك الحقيقية. وبعد ما بيخلص الجملة دي بيقطع عن جين بالحجر لدرجة انه بيغرزه كله في جسمه، والمفاجأة الحجر بيدخل في جسم جين وبيبدأ يتحد معاه ويكون جزء منه. كل ده وهو بيصرخ من شدة الألم اللي مش قادر يستحمله، وفجأة بيبدأ جين يتحول بشكل سريع وقوي لدرجة ان بسبب تحوله بيحصل انفجار كبير في كل الأماكن اللي حواليه. وفي اللحظة دي بيظهر زيت لأول مرة بلونه الأحمر، وده معناه انه تحول تحول كامل. كل ده أجامي بيراقب ومصدوم من اللي بيحصل. اما هايتاني فبيقول له اخيرا شفتك بتحولك الكامل، انا انتظرت اللحظة دي من سنين. ساعتها كان جين نفسه مستغرب اللي حصل وحاسس بقوة كبيرة في جسمه أول مرة يحس بيها، وده بيبان أكتر كمان في طيرانه وحركته السريعة واللي كانت أسرع من أي مرة تحول فيها لزيت. وحتى أجامي ورجالته بيلاحظوا إن معدن التحول في خلايا جين بيزيد فوق العادي ومش بيقف عند مرحلة معينة. وأخيرا بيقدر يوصل جين للوحش اللي كان خاطف كونوها وبيلحقه قبل ما يوصل لبيته ويخلص على تناكة هي كمان. وأول ما الوحش بيشوفه للحظة بيخاف من هيئة زيت القوية والمرعبة، لكنه مش بيتراجع وبيتقدم وبيدخل في قتال مع زيت، والمرة دي زيت بيقدر يسيطر عليه بكل سهولة. وقبل ما يقتله بيظهر هايتاني مرة تانية، ساعتها بيستنجد بيه الوحش وبيقول له الحقني من ايده قبل ما يموتني. وهنا بيتصدم لما بيلاقي هايتاني بيوجه كلامه لزيت وبيقول له اقتله، ده وحش خالف القوانين واتدخل في حياة البشر وقتل منهم كتير عشان بس يسلي وقته، واللي زيه يستحق الموت. وقتها بيعرف الوحش ان هايتاني خدعه وبيفكروا ان هو اللي شجعه هو واخوه يواجهوا زيت ويقتلوه. وحتى زيت بيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل وليه هايتاني بيتصرف بالطريقة الغريبة والغامضة دي، وعشان كده بيسأله انت عايز ايه؟ فبيرد عليه وقتها بكل برود وبيقول له انا كنت بستغلهم بس عشان اوصل لك واقدر اخليك تتحول بالشكل الكامل، لان قوتك وطاقتك دي احنا هنحتاجها قريب قوي ولازم تساعدنا. وقتها بيكون زيت قتل الوحش اللي في ايده وبعدها بيجري ورا هايتاني عشان بيطارده هو كمان ويخلص عليه، لكن الظاهر ان هايتاني ما كانش لاعب سهل ابدا وبيقدر انه يهرب من زيت بمنتهى السهولة. وقبل ما يمشي بيقول له حافظ على قوتك لاننا هنتقابل تاني قريب قوي. وبعدها بيختفي من قدام زيت اللي بيبدأ يحس بهلم بسبب الطاقة اللي بتزيد في جسمه في نفس الوقت اللي بيكون كوجا بيحارب فيه الوحش التاني بعد ما قضى على كل الوحوش اللي كان صنعها من جسمه. ولكن للاسف قوة الوحش ده كانت اقوى منه لدرجة انه بيوقعه وقعة خطيرة، وساعتها السلاح بيقع هو كمان من ايده. وبيلاحظ فريق كوجا في المقر ان طاقة بدلة الفاس بتضعف بسبب المجهود الكبير اللي عمله، وده طبعا بيشكل خطر على حياة كوجا اللي موجود جواها. وعشان يساعدوه انه ينسحب ويرجع بيبلغوه ان اخته تم انقاذها وانها دلوقتي اتنقلت للمستشفى، وده بدل ما يخلي كوجا ينسحب عشان يروح يطمن على اخته قوته وعزيمته بتزيد لدرجة انها بتشحن البدلة من تاني، وبيقوم مرة تانية وهو بكامل قوته عشان يقتل الوحش بدون استسلام. وفي اللحظة دي بيوصل جين هو كمان علشان يساعد كوجا، وفي البداية بيكون كوجا خايف منه ومش عارف مين الوحش المرعب ده، ولكن اول ما بيتكلم بيعرف ان ده صاحبه جين، ودي بتكون اول مرة يشوفوا فيها بهيئته المتحولة زيت. وبيتحدوا سوا هما الاتنين عشان يتخلصوا من الوحش اللي وقتها كان صنع وحوش تانية اضخم وحاوط بيهم الاتنين. وساعتها بيواجه زيت وبيقول له انت ازاي بتساعد البشر دول هم اللي صنعونا عشان يتسلوا بينا، وهم دلوقتي اللي عايزين يخلصوا مننا بعد ما خلاص ما بقوش محتاجين لينا، وعشان كده صنعوك انت بقلب بشري وانت اخترت تكون واحد منهم وخادم ليهم عشان تقتل كل اللي من بني جنسك. ساعتها بيقول له زيت انا مش خادم لحد، انا بنفذ اللي شايفه صح، والصح هو انكم كلكم تختفوا عشان كده انا هخلص عليك دلوقتي. وبعدها بيسيب كوجا يواجه هو الوحوش الصغيرة وفعلا بيحاول انه يهاجمها من كل اتجاه ويخلص عليها. اما هو فبيروح يواجه الوحش الكبير بنفسه اللي ساعتها بيطعنه طعنات قوية بتخترق جسمه. وقتها بيبدأ يحس بحاجة غريبة بتحصل في جسمه، وفجأة بتبدأ الطبقة الأولى من جسمه تتكسر ويظهر مكان اللون الأحمر اللون الأبيض مرة تانية، وده بيساعد جين في حاجة ألا وهي إنه بيشفي الجروح والإصابات اللي حصلت له. وبرغم إن قوة زيت الأبيض أضعف من قوة زيت الأحمر إلا إن مؤشر قوة وتحمل زيت كان لسه في تزايد مستمر. وأخيرا بيقدر زيت إنه يقتل الوحش ويخلص عليه والمرة دي للأبد. وبعد ما بتنتهي مهمته بتثبت مؤشرات القوة في جسمه ومش بتزيد مرة تانية، وبرغم إنه بيبدأ يتحول ويرجع لهيئته البشرية إلا إن مؤشرات القوة برضه مش بتقل أبدا. وفي اللحظة دي بيقع جين من طوله بسبب المجهود اللي عمله، فبيلحقوا كوجا بسرعة وهو لحد دلوقتي متأثر من اللي حصل، واكتشف قد إيه جين شايل سر كبير لوحده وإن هو اللي بيحمي المدينة والبشر بكل قوته وبيعرض حياته
الخطر، وعشان كده بيقول له مش انا بطل العدالة، البطل الحقيقي موجود دلوقتي بين ايدي. اما اجامي ففي لحظة ما كوجا بيشيل الخوذة بيتصدم ان البطل اللي ساعد جين طول المعركة كان كوجا، وعشان كده بيعرف انه محتاج يقدم شرح وتفسير كبير لحفيده. بعد كده بنشوف كوجا وهو بيساعد جين وبيوصله لحد بيته، واول ما بيوصلوا بيلاقوا كمية مرعبة من الحشرات الميتة، فبيجري جين بسرعة عشان يطمن على تاناكا، وبيظهر ان الحشرات دي تابعة لاول وحش قتله، ولحسن الحظ انه لما قتلوا الحشرات هي كمان ماتت قبل ما تأذي تاناكا، اللي بيروح جين يطمن عليها بسرعة وبيرتاح اول ما بيتأكد انها بخير. واول ما كوجا بيخرج من بيت جين بيلاقي كل سكان الحي في انتظاره، وبيشكروه لانه انقذهم من الموت على ايد الوحوش المرعبة، وكمان بيشكروا جين لانه كان دايما داعم ومصدر امان ليهم من ساعة ما سكن معاهم، وبيعرفوا انه مرحب بيهم في بيت اي حد منهم هو وصاحبته الجديدة. وفي الوقت ده بيوصل رجالة اجامي وبيقولوا لكوجا ان جده مستنيه، وبرضه بياخدوا معاهم جين وتاناكا لان جين هو كمان مطلوب. وفي البداية بياخدوا تاناكا للمستشفى وبيطمنوا عليها، وبيستغربوا من سبب الصداع المزمن اللي مش بيفارقها برغم انها صحيا سليمة، ولما بيسألوها عن اللي فاكراه من امبارح بتقول انها مش فاكرة غير وحوش بتنتشر في المكان بشكل مرعب، انها فضلت مغمضة عينها لانها كانت خايفة تبص عليهم لحد ما اغمى عليها. فبيوهمها واحد من رجالة اجامي ان دي كانت مجرد هلوسات بسبب الصداع، وبيتأكد هنا ان تاناكا في السليم ومش محتاجة مسح ذاكرة، على عكس صاحبة كونوها اللي مسحوا ذاكرتها عشان ما تفتكرش اي حاجة عن الوحوش. في نفس الوقت اللي بيروح كوجا يواجه فيه جده وبيسأله عن كل حاجة شافها النهاردة، بداية من الوحوش المرعبة اللي حاربها، نهاية بجين صاحبه اللي شافه اتحول قدامه بشكل مرعب. وبرغم ان الجد بيحاول يتهرب مرة وبيقول له انها حكاية طويلة جدا، بيصمم كوجا انه يسمعها كلها ويعرف الاسرار اللي استخبت عنه طول السنين دي. وقتها مش بيلاقي جده قدامه اي حل غير انه يحكي له. اما هاي تاني فبيكون راح لمقر جماعة الايفول، وده عشان يتكلم مع زعيمهم اللي بيسأله وقتها ايه اللي حصل، فبيكذب عليه وبيقول له ان 2 من الوحوش خالفوا القوانين واشتبكوا مع البشر وعشان كده كان لازم يموتوا. ولكن قبل ما الكناس يجي عشان يخلص عليهم بيظهر زيت وبيقتلهم هم، وبيوهم انه كان عايز يتدخل وينقذهم لكنه كان خايف من هيئة زيت المرعبة وما قدرش يعمل حاجة. وبعدها بيكمل كلامه وبيقول للزعيم ايه رأيك لو خليتنا اهتم انا بمهمة زيت من حيث كل حاجة، انا حاسس ان زيت واحد مننا ولازم اقنعه يدخل معانا. فبيوافق الزعيم على كلام هايتاني وبيتمنى انه يكون فعلا صادق ويخلي زيت ينضم ليهم. وساعتها كان والد كوجا في الشركة بيتخانق مع مساعد ابنه اللي شجعه وقواه وكمان ساعده انه ينفذ بدلة الفاس في السر. وقتها بيقول للمساعد ان دي كانت رغبة ابنه وبصفته مساعد ليه حققها له في مقابل انه يحمي حياته، فبيطلب منه الاب فورا ينسحب من مشروع التطور ده ويسلمه كل اوراقه. ولما بيسألوا المساعد على الاجراءات اللي ممكن يعملوها مع سكان الحي لانهم شافوا الوحوش، بيقول له الاب محدش يعمل معاهم اي حاجة، كده كده محدش هيصدق ناس فقراء ومجانين زيهم. في نفس الوقت اللي بيروح كوجا يقابل في جين وبيقول له انا عرفت كل الحقيقة من جدي ولحد دلوقتي انا مش مستوعب كل اللي سمعته، ولكن برغم كده زي ما سمعة شركة اجامي تورط في صنع الوحوش دي انا برضه هحاربهم وهقضي عليهم باسم الشركة. فبيعرفوا جين ان هو كمان بيعمل كده، فبيفكر كوجا انهم خلاص بقوا فريق، لكن جين بيوقفه عند حده لانه كان خايف عليه وبيقول له احنا عمرنا ما كنا ولا هنكون فريق، انا اللي كنت دايما بنقذ الناس مش زيك، كنت ابن العيله الغنيه اللي عايز يحقق العداله علشان الشهره. وبرغم الاهانه دي الا ان كوجا برضه كان لسه معجب بجين بعد ما تحول لزيتو ومش بيتضايق منه، بدل كده بيطلق عليه اسم بطولي جديد وهو اسم زيت مان. وفي الوقت ده بتكون كونوها فائت وعشان كده بيروح اخوها وجين عشان يطمنوا عليها، وقتها بتسالهم على اللي حصل وايه الوحوش اللي خطفتها دي، وبتكون عايزه منهم تفسير لكل الحاجات المرعبه اللي شافتها وعاشتها. وقبل ما كوجا يحكي لها كل حاجه بيسبقوا جين وبيقول لها احنا كمان مش عارفين ايه ده ولسه الشرطه بتحقق في اللي حصل. وبمجرد ما بيخرجوا من عندها بيسالوا كوجا ليه ما قلت لهاش الحقيقه، فبيعرفوا جين ان كونوها رقيقه ومش هتتحمل حقيقه اهلها المرعبه زي ما هو اتحملها، وعشان كده الافضل انها فعلا ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. وبعدها جين بيسيبه وبيروح ياخد تاناكا عشان يمشوا من المستشفى، وفي الطريق بيقابل اجامي اللي بيقول له انت لازم تبعد عن البنت دي فورا، اوعى تنسى انك اخترت تبقى زيت واي بشري دلوقتي قريب منك فهو في خطر. وقتها بيمشي جين من غير ما يرد عليه، ولكن للاسف كلام الجد بيخليه يفتكر الحقيقه المره اللي ما كانش عايز يفتكرها، وعشان كده بيروح لتاناكا وبيقول لها انت لازم ترجعي بيتك. ساعتها هي بترفض تماما القرار ده وبتقول له انا عمري ما حسيت بمعنى العيله غير بسببك، انا عايشه وحيده في بيت اهلي اللي دايما في خناق مستمر لدرجه اني كرهت البيت وعايز اهرب منه. فبيفهمها جين انه عنده مشوار مهم وقبل ما يمشي لازم يطمن انها في امان
ومفيش مكان هيكون امان اكتر من بيتها، وعشان كده بيطلب منها انها تستناه هناك، وهو بيوعدها انه هيخلص مشواره وهيرجع علشان ياخدها مرة تانية. وقتها بتصدقه تناكا، وعشان كده بتوافق انها ترجع البيت. وفعلا بيروح جين مشوار مهم بعدها، وهو مختبر شركة اجامي عشان يعمل فحوصات ويكتشف ايه اللي حصل في جسمه بعد التحول الكامل. وساعتها بيكمل الجد الحكاية لكوجا وبيقول له من سنين لما قررنا نصنع زيت كان الهدف لعب بدون اي مشاعر انانية، وفي نفس الوقت يقدر يتحكم في غريزة القتل، وكان المفروض يكون اسمه نيت لان الجين المسؤول عنه كان جين ان، ولكن وقتها بيحصل خلل وقت التصنيع وبيتقلب الجين ان وبيتحول لجين زي، وده اللي نتج عنه لاعب شبه البشر بشكل كبير جدا، وقتها اتسمى زيت. وساعتها بيبان ان في كمبيوتر جنبهم في المختبر هو اللي بيوجههم وبيعرفهم ازاي يتعاملوا مع جين، اللي لما جين بيخرج من الفحص وبيشوفه بيسأل ايه ده وازاي يعرف عنه كل المعلومات دي. وهنا بيقرر اجامي يكشف له عن اخر سر كان مخبيه عليه، وبيبدأ كلامه وبيقول له دلوقتي جه الوقت اللي تعرف فيه اخر سر انا خبيته عليك. من كام سنة لما جدك اتصاب بسبب وحش الرياح واتنقل للمستشفى احنا اعلنا انه توفى، ولكن في الحقيقة هو كان لسه عايش، ومن يومها وهو في غيبوبة، وعشان كده احنا استغلنا انه لسه عايش وقدرنا نوصله بأجهزة متطورة عشان نتواصل مع وعيه ونعرف منه كل معلوماتك اللي تساعدنا في عملية التحول. وساعتها كان جين في قمة غضبه وهو بيسمع كلام اماجي، وبيكون مش مصدق ازاي الشركة دي بشعة وانانية بالشكل ده، وبيصمم انه لازم يشوف جده حتى لو حالته صعبة، فبيضطروا فعلا ياخدوه للمكان اللي موجود فيه. ووقتها بيشوف مشهد صعب جدا، جده اللي بيحبه واللي نافع حياته كلها في حمايته وتربيته وهو متثبت وسط عشرات من الاجهزة والاسلاك من غير حول ولا قوة، وبرغم انه كان فرحان ان جده لسه عايش الا انه بيكون مقهور من الحالة اللي هو فيها، وعشان كده بيقرر انه يريحه بنفسه، وفي لحظة بيفصله عن كل الاجهزة قبل ما حد يلحق اللي بيحصل، وبسبب كده بيموت الجد واخيرا بيرتاح من العذاب اللي كان فيه. ووقتها بيكتشف جين ان اخر سؤال سأله الجد قبل ما الاجهزة تتفصل عنه هو عن جين واذا كان كويس وبيتغذى بشكل صحيح، وساعتها بينهار جين من العياط. وبيكون اخر معلومة عرفوها من كانزاكي قبل ما يموت هي ان الحجر الاحمر هو سبب تحول جين الكامل. وقتها بيفتكر جين ان الحجر ده كان موجود في السلسلة اللي ورثها عن جده، وطبعا كوجا كان عارف ان السلسلة دلوقتي موجودة مع اخته، وعشان كده بيتصل بوالدته بسرعة وبيسألها اذا كانت السلسلة لسه موجودة مع كونوها، فبتطمنه انها لسه معاها وكمان موجودة في اوضتها، فبيتحركوا بسرعة عشان يروحوا ياخدوا السلسلة. ولكن للاسف هايتاني كان سابقهم بخطوة لانه بيوصل لمكان السلسلة قبلهم، وكمان بيستعين بواحد من الوحوش عشان يدخل البيت ويسرقها. والوحش ده عشان يدخل البيت بيستخدم بدلة متطورة بتخفيه تماما ومفيش اي حد بيقدر يشوفه، وفعلا البدلة دي بتحميه حتى من اشعة الليزر اللي البيت متحوط بيها. واول ما بيدخل على اوضة كونوها بيأمره هايتاني انه يقلع البدلة، وقبل ما يفتش على السلسلة بهدوء ويسرقها بيخلي كونوها بنفسها تدور له عليها. وهنا بنتصدم ان الوحش ده يبقى نسخة طبق الاصل من جين، لدرجة ان كونوها حتى مش بتعرف تميز انه مش هو، ولما بيسألها على السلسلة بتديها له فورا من غير تردد، ولكن في نفس الوقت بتلاحظ ان دي مش تصرفات جين الطبيعية. في نفس الوقت اللي بيكون وصل فيه جين مع الباقي للبيت، واول حاجة بيسألوا عليها هي كونوها لانهم متأكدين ان هايتاني مش هيسيب السلسلة في حالها، وقبل سؤالهم حتى ما يخلص بيتصدموا بنسخة جين قدامهم، ومش بس نسخة واحدة، دول بيكتشفوا انهم اتنين، وبيكون الكل في حالة صدمة حتى جين اللي مش فاهم ايه ده، لحد ما بيقول له العالم ان دي تبقى عملية استنساخ من خلايا زيت، بالتالي انتجت نسخ شبهه ولكن مشوهة. وقبل ما يسأل ازاي نسخ مشوهة بيشوف النسخ وهي بتتحول فعلا قدامه لنسخة من زيت ولكن بشكل مرعب وغريب، وهنا هو كمان بيتحول عشان يقدر يواجههم ويقضي عليهم، وبيساعده في المعركة دي كوجا اللي بيستخدم سلاحه المتطور. وساعتها بيجري واحد من النسخ المشوهة على الجد وبيكون هدفه انه يخلص عليه، ولكن من غير تردد ثانية واحدة بيقف العالم قدام الجد وبياخد هو الطعنة مكانه، في حين ان جين بيستغل انشغال النسختين في مواجهة كوجا والجد وبيخلص على الاتنين واحد ورا التاني بكل سهولة ومن غير اي مقاومة. وللاسف العالم بيموت واخر كلمة بيقولها كان نفسي اشهد تحولك الكامل يا زيد. اما الجد فبيكون مصاب هو كمان اصابة كبيرة في كتفه، ده غير احساسه الكبير بالذنب ان العالم مات عشان ينقذه. وفي الوقت ده بيجري كوجا عشان يطمن على كونوها اللي كانت في اوضتها منهارة، وبتقول له ان جين كان هنا وتصرف معاها بشكل غريب، وبمجرد ما هايتاني بتوصل له السلسلة وبيضمن انها معاه بيتنقل للخطوة التانية وبيفجر بيت عيلة اجامي بالكامل. ولحسن الحظ ان الكل بينجو من الانفجار ده، ولكن البيت بيتدمر وبيتساوى بالارض. وتاني يوم وبعد تحقيق بيقدر يوصل والد كوجا لصورة نسخة جين، ولانه ما يعرفش كل اللي والده بيعمله من وراه بداية من زيت اللي لقاه واللي دلوقتي شغال لصالحه، بيكون مش عارف مين الشخص ده، وبيقرر
بيقرر انه يبحث وراه لحد ما يلاقيه. في نفس الوقت اللي الكل كان مجتمع مع الجد في المستشفى اللي بيكون لسه متأثر بموت العالم اللي ضحى بحياته علشانه، ده غير الامل اللي بيفقده بسبب انهم فقدوا الحجر الاحمر اللي في سلسلة الجد. وبيقول بكل احباط كده مفيش امل نشوف زيت متحول بشكل كامل ابدا. والكلام ده بيعصب كوجا جدا وبيتكلم بكل انفعال وبيقول ده مش هيحصل، احنا هنفضل نبحث عنها لحد ما نلاقيها ومش هنسكت ولا هنفقد الامل غير لما نحقق العدالة ونقضي على كل الوحوش اللي بتهدد حياة البشر. وفعلا بيأكد جين على كلامه وبيقول هو كمان جملته اللي دايما بيحبها وبيستمد منها الامل، دايما يرفع راسك ويبحث عن الامل. وبعد كده بيتنقل الجد بطيارة لمكان امن وبيقرر جين انه يرجع يرتاح في بيته شوية. اما كوجا فبيقابل والده اللي بيوريه صورة نسخة جين وبيسأله اذا كان يعرف الشخص ده. ساعتها بيفتكر كوجا ان والده هو السبب الرئيسي في فكرة وحوش اللاعبين ولحد دلوقتي مش ندمان عليها، وعشان كده بينزل من نظره ومش بيجاوب عليه وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بنشوف تاناكا اللي بتكون لسه بتفكر في جين وبتحس ان حياتها بقت كئيبة من غيره، وعشان كده بتقرر انها تروح له مرة تانية. ولما اهلها بيمنعوها مش بترد عليهم وبتقول لهم انتوا عمركم ما اهتميتوا بيا ولا حسيتوا اني موجودة معاكم في البيت، فبلاش تمثلوا انكم مهتمين بيا دلوقتي لاني مش هقعد في البيت اللي بالنسبة لي زي السجن. وفعلا بتسيبهم تاناكا وبتمشي، ولكن بيبان ان الصداع اللي عندها بدأ يزيد عليها اكتر واكتر. وفي نفس الوقت ده كانت كونوها لسه منهارة من اللي حصل واللي هيجننها انها مش فاهمة اي حاجة. فجأة لقيت بيتها بيتدمر واكتر حد بتحبه بيتصرف بطريقة غريبة وفي حاجات غريبة بتحصل ملهاش اي تفسير. وفوق كل ده محدش عايز يريحها ويفهمها اي حاجة، وكل ده بيخليها مرعوبة ومش حاسة بالامان في اي مكان. وعشان كده بتروح الام لوالدها وبتقول لها ان بنتهم مش كويسة وخايفة، لكن الاب كان جاحد لدرجة انه مش مهتم ببنته وبيقول ان الاهم بالنسبة له دلوقتي مصلحة الشركة ومش هيسيب الشركة في الحالة الحرجة دي عشان يهتم بامور اتفه من كده. اما عند جين فبيكون لسه في طريقه للبيت وفجأة بيطلع قدامه واحد بينادي عليه وبيقول له انه عارفه وبيسأله لو كان يعرف هايتاني، لكن اللاعب ده بيفاجئه لما بيقول له انه يبقى زعيم هايتاني وزعيم جماعة اليفول كلها. ولما جين بيقرر يسيبه ويمشي فجأة بيلاقي الكناس في ظهره وبيثبته وده عشان يجبره يقف ويسمع الزعيم عايز يقول ايه. وفعلا بيبدأ الزعيم يتكلم ويقول له انت طبعا عارف ايه هي مهمة جماعتنا، وهي اننا نقضي على اي لاعب قرر يتدخل في حياة الانسان او يأذيه. وللاسف هايتاني الوحيد اللي بيتصرف عكس الجماعة وهدفه الاول انه يقضي على كل البشر، وانا عارف الحقيقة دي ولكن مش قادر اوقفه عند حده لان قوة هايتاني اقوى مما اي حد يتخيل ومفيش حد يقدر يوقفه عند حده غيرك، وعشان كده انا بطلب منك المساعدة في الموضوع ده. ساعتها بيقول له جين لو فعلا كلامك صحيح فانا هتعاون معاك وهخلص على هايتاني بنفسي. وفعلا خلاص بيتفقوا هما الاتنين على القرار ده. وبعدها بيرجع جين للبيت اخيرا وهناك بيتصدم لما بيلاقي تاناكا في انتظاره وبتلومه لانه كذب عليها وقال هيرجع ياخدها ومرجعش. وهنا بيعرفها جيني ان ما ينفعش حد يكون قريب منه وده لانه هيشكل خطر عليهم وهيهدد حياتهم. ومع ذلك بتقول له انا ما يهمنيش كل ده وما يهمنيش انت مين حتى، لكن اللي اعرفه ان كنت حاسه بامان معاك وحسيت معاك بالعيله اللي افتقدتها طول حياتي، وعشان كده انا مش هسيبك تاني مهما حصل. ومن بعد كلامها بيتاثر جين فعلا وبيعترف لها انه فعلا حبها وانه هيكسر القاعده ويفضل معاها لانه مش هيقدر يبعد عنها مره تانيه. وفي نفس الوقت ده كان كوجا بيطور من بدله الفاس بتاعته وده علشان يرجع يستخدمها في دوريات حمايه المدينه وتحقيق العداله. وساعتها بيجي له اتصال من والدته هي منهاره وبتقوله ان كونها مفقوده ومحدش عارف هي موجوده فين. وبمجرد ما بيقفل معاها بيجي له اتصال تاني ولكن المره دي من العجوز اللي بيقول له اكيد وصلك خبر ان اختك مفقوده، يا ترى بقى انت عارف مكانها فين يا اما انا عارف. والمكالمه دي كانت كفيله تخلي كوجا يحس بالرعب على اخته والمصير اللي ممكن تواجهه، وعشان كده من غير تردد بيتحرك فورا عشان يقابل العجوز وينقذ اخته. ولكن المره دي بيعرف اصحابه اللي بيساعدوهم ما كمان، وده لما بيروح يقابل العجوز ويمشي معاه في عربيته. ساعتها بيتحرك اصحابه وراه عشان يراقبوه، ده غير جهاز التعقب اللي بيزرعوه في هدومه. ولكن فجاه العربيه بتختفي من قدامهم في نفس الوقت اللي اشاره جهاز التعقب بتختفي فيه. فبيكلموا مساعد كوجا اللي كان وقتها بيتابع الجهاز من المقر، فبيقول لهم ان في عطل كبير حصل ومش عارف يصلحه لكنه بيحاول، وفي الحقيقه ما كانش في عطل ولا حاجه بل هو اللي بيوقفه عن قصد. وهنا بنكتشف ان حتى مساعد كوجا بيبقى من حلفاء هايتاني وانه كمان بيساعد العجوز في خطف كوجا اللي حاليا بيكون العجوز خدره ببخاخ مخدر عشان ما يعرفش المكان اللي رايحين ليه. في نفس الوقت اللي بيعرف فيه جين ان كونها مخطوفه من اصحاب كوجا وعشان كده بيتحرك فورا عشان يساعد
يساعدهم في البحث عنها، لكن قبلها بيوعد تاناكا انه اول ما يرجع هيحكي لها كل حاجة عن نفسه ويعرفها هو مين وايه سبب الخطر اللي محاوط حياته من كل ناحية. ساعتها كان كوجا بدأ يفوق من المخدر، واول ما بيفتح عينه بيلاقي نفسه في اوضة غريبة، والاغرب ان في سماعة متثبتة في ودنه. العجوز بيكلمه فيها وبيقول له انه بيراقبه دلوقتي، وبيفكروا لما قالوا انهم هيتقابلوا مرة تانية عشان اختبار تاني، ودلوقتي هو الاختبار التاني. وقتها بيقول له كوجا انا ما يهمنيش كل الكلام ده، انا عايز اعرف مكان اختي. وهنا بيصدموا العجوز لما بيقول له بالنسبة لاختك فهي مش موجودة هنا ولا حتى اعرف مكانها فين. للاسف للمرة التانية تقع في نفس الخدعة. كان سهل جدا ان اخطفك يا كوجا من غير اي تعب، ودلوقتي مفيش قدامك غير انك تحاول تخرج من هنا عشان تعرف اختك فين بجد وتنقذها. وبرغم ان كوجا كان في قمة غضبه الا انه مش بيلاقي قدامه غير يسمع كلامه ويخرج من هنا عشان يدور على اخته. ولحسن الحظ انه بيكون معاه السلاح المتطور الخاص بيه، وده بيساعده انه يخرج بثقة من الاوضة لان معاه اللي يحميه. واثناء ما كان بيفتش على باب الخروج بيكتشف باب كبير موجود في الطرقة، ولما بيفتحه بيتصدم من اللي بيشوفه جواه لانه بيشوف حفلة كبيرة لكل البنات اللي معاه في المدرسة، واللي اول ما بيشوفوه بيجروا عليه لانه بالنسبة لهم بطل العدالة الخارق. وفي اللحظة دي بيكلموا العجوز في السماعة مرة تانية وبيقول له دلوقتي جه وقت الاختيار في الاختبار التاني. ساعتها كان كوجا متوتر فبيهرب للحمام وبيفكر يا ترى ايه الاختيار الصحيح المرة دي، لانه خاف يختار البنات فيضحي باخته تموت، وخايف يعمل العكس فكل البنات دي بتموت بسببه. ولما بيخرج من الحمام بيلاقي بنت منهم واقفة مستنياه وبتقول له انها عارفة انهم محبوسين وانها قدرت توصل لمكان يهربوا منه، وفعلا بتفتح بوابة في الحيطة. البوابة دي بتفتح اوضة تانية في صالة الحفلة وبتقول له البنت يلا نهرب من هنا سوا. وبرغم حيرة كوجا الا انه في النهاية بيختار يجازف ويغير قراره المرة دي، وفعلا بيقول للبنت تهرب هي وتسبقه وهو هينقذ باقي البنات ويهرب معاهم من هنا. في نفس الوقت اللي بتيجي فيه بنت من الحفلة وبتقول له انهم اكتشفوا اوضة جديدة، وبمجرد ما بتقع على السرير اللي في الاوضة بتبص لكوجا وبتقول له انت للاسف المرة دي كمان اخترت الاختيار الغلط. وفجأة بيقع من السقف صخرة كبيرة عليها بتقتلها بأبشع طريقة، وسط صراخ ورعب باقي البنات اللي في الحفلة، وكلهم بيجروا من المكان وبيكونوا عايزين يهربوا. ولما بيحاول انه يوقفهم عشان ينقذهم بتتهم واحدة منهم انه السبب في اللي حصل، ولكن صاحبتها بتلومها وبتقول لها انه ملوش ذنب وانه بيحاول ينقذهم بأي شكل. وللاسف بيتقفل باب القاعة على البنت اللي دفعت عن كوجا قبل ما تلحق تخرج مع باقي البنات. اما هو فبيقف قدام البنات وبيقرر انه يحارب عشانهم لحد اخر نفس، ويا اما يموت يا اما يخرجوا كلهم من هنا بامان. وساعتها بيظهر قدامه فارس معدني ضخم، وبرغم ان من الصعب يخلص من الفارس ده بسهولة بالسلاح اللي معاه الا انه مش بيستسلم وبيفعل السلاح في وضع السيف وبيبدأ يحاربه. وفي نفس اللحظة دي بتتعطل كل شاشات العرض الموجودة في كل مكان في المدينة، وفجأة بيتعرض عليها فيديو لهايتاني وهو بيخاطب كل البشر وبيقول لهم طبعا انتوا مش عارفين احنا مين لكن احنا عارفينكم كويس، احنا اللاعبين اللي تم تصنيعنا عشان انتوا تتسلوا، وتحديدا انا من الايفول اللي اتجبرت بقى مسؤوليتي احميكم برغم انكم ما تستاهلوش، وعشان كده انا قررت اخيرا اتحرر من القيود، ولان انتوا تستاهلوا كلكم تموتوا وانا هقوم بالمهمة دي انا وكل الوحوش. وبمجرد ما بيخلص هيتان الخطاب بيظهر ان الوحوش كانت انتشرت في كل مكان في المدينة، وبدون مقدمات بيبدأوا يقتلوا في كل سكان المدينة وفي كل مكان، وده بيسبب حالة من الرعب والفوضى للمدينة كلها. ساعتها جين بيتصل فورا على اكيمي واللي بيكون وقتها ما تواصلش معاها من سنين، واول ما بترد عليه بيقول لها انا عارف ومتأكد ان كنوها عندك، هي ما تعرفش غيرك عشان تهرب عندها، وعشان كده انا عايزك تاخدي بالك منها، والاهم انك تقفلي التلفزيون واوعي تخليها تشوف اللي بيتعرض عليه. وفعلا بيظهر ان كنوها عند اكيمي وبيبان انها فعلا منهارة وخايفة من كل اللي اتعرضت له، وعشان كده بتنفذ اكيمي كل الكلام اللي جين قال لها عليه. وبعد ما بيخلص جين المكالمة معاهم فورا بياكل لبان التحول وبيتحول لزيت وبيدور على الوحوش اللي في المدينة. وقتها كان هايتاني بيتابع كل اللي بيحصل، وقبل ما يقفل البث المباشر بيعلن بشكل صريح ان شركة اجامي هي المسؤولة عن تصنيع الوحوش، وتحديدا ابن المدير هو اللي كان صاحب الفكرة والمشرف عليها. وفي نفس الوقت بيكون جين وصل للوحوش وخلص عليهم كلهم، واول ما بيعمل كده بيرجع تاني لشكل جين. ساعتها الناس كلها بتشوفه وبتعرف حقيقته، وعشان كده الناس بتخاف منه وبتهاجمه، ولكن المحقق بيكون وصل وبينقذ جين منهم، ولانه واثق ان جين كويس ومستحيل يأذي حد مش بيقبض عليه ولا بياخده لمركز الشرطة. اما عند كوجا فبيكون لسه بيحارب الفارس المعدني لحد ما بيجمع كل قوته وبيضربه الضربة النهائية اللي بتخلص عليه تماما، وبمجرد ما بيموت بيتفتح باب جديد بيوصل لطرقة طويلة في نهايتها اسانسير. وطبعا البنات اول ما بتشوفه بيفرحوا لان ده المهرب الوحيد
الوحيد ليهم، وعشان كده بيشكروا كوجا انه انقذهم. وواحدة منهم بتطلب منه يجي معاهم، لكن كوجا بيرفض وبيقول لها انه وراه مهمة تانية لازم يخلصها. وبمجرد ما البنات بتجري في الطرق عشان توصل للاسانسير بيخرج من الحيطة اجهزة ليزر، وفي لحظة كانت محولهم لاشلاء في كل مكان قدام عين كوجا اللي ما كانش مصدق اللي حصل، وبيصرخ من الصدمة لحد ما بتظهر البنت اللي كانت محبوسة في الأوضة. فبيفرح انه على الاقل انقذ واحدة منهم، وبيمسكها من ايدها وبيطمنها انهم هيخرجوا من هنا سوا. لكن البنت وقتها كانت بتتصرف بطريقة مش طبيعية، وكأن في حد هو اللي بيتحكم فيها، وبتقوله انها اكتشفت مكان مهم هنا ولازم يشوفه. وفعلا بتاخده بعد كده للأوضة السرية، وهناك بيشوف العجوز مرة تانية، ولكن المرة دي كان معاه ابنه الصغير. وقبل ما يفكر يهجم عليهم بتسحب منه البنت السلاح وبتهدده بيه، فبيفكر انها معاهم ومش بيعرف انهم مسيطرين عليها. وساعتها بيرحب بالعجوز وبيقول له انا كنت مستني اللحظة دي من زمان. اهلا ببطل العدالة المزيف اللي اتشهر بسبب حادثة الحريقة، ومش هو اصلا اللي انقذ العيلة واوهم الناس ان هو المنقذ، لانك بتبحث عن الشهرة والشعبية مش اكتر، زيك زي عيلتك اللي دمرت حياتنا. وفجأة وهو بيتكلم بيبدأ شكله يتغير وبيكون مش طبيعي، لحد ما ابنه بيجري عليه وبيقول له ياخد العلاج بسرعة. وفعلا بياخد العلاج وبيبدأ يهدى من تاني، في نفس الوقت اللي بيكشف فيه ابنه عن شكله لأول مرة، وبيظهر انه وحش مخيف وشكله مرعب. وعشان كده بيكمل العجوز كلامه وبيقول له كوجا السبب في الحالة اللي احنا فيها هي عيلتك. انا كنت عالم من اللي اشتغلوا في مشروع تصنيع وحوش اللاعبين، ولما حصلت الفوضى وفقدنا السيطرة على اللاعبين اول حاجة والدك فكر فيها انه يتخلص من كل العلماء عشان محدش يتهمه باللي حصل. وفعلا حبسني في المعمل علشان اموت، ويا ريت حبسني لوحدي، ده كمان جاب معايا ابني. وللاسف ابني ما قدرش يستحمل ومات بعد كام يوم، ولكن انا ما سيبتوش يروح مني وقدرت انقذه وادمج وعيه مع وحش تاني عشان يفضل عايش. وبعدها قويت جسمي انا كمان لما حولت جزء من خلايا جسمي لخلايا وحش. ومن اليوم ده انا صممت ان لازم انتقم من العيله دي وخاصه اولادها، وعشان كده انت اول واحد هتدوق عذابي، وبعدها اخليك تقتل والدك بايدك. وفي وسط ما كان كوجا مصدوم من اللي بيسمعه بيتفاجئ بوصول مساعده هو كمان، وبيتصدم صدمه عمره لما بيكتشف ان متفق معاه وكان بيخدعه. وقتها بيشغلوا اللقاء الصحفي لوالد كوجا اللي بيخرج فيه في كل الكلام اللي قاله هايتاني، وان الشركه سليمه ملهاش علاقه بالموضوع ده. لكنه ساعتها بيتصدم بمساعده وهو بيعترف فجاه قدام الصحافه ان كل ده كذب، وان شركه اجامي وتحديدا ابن المدير هو السبب في كل الوحوش اللي انتشرت ودمرت المدينه. وكمان بيطلع كل الاوراق والادله اللي تثبت الكلام ده، وبيبان ان في حد بيتحكم فيه عشان يعترف بكل ده، لانه بعد ما بيخلص بيطلع المسدس وبيقتل نفسه قدام الكل. وطبعا كوجا كان منهار ومصدوم من كل اللي بيمر بيه في الوقت ده، ولكنه بيقدر يتماسك عشان يحل كل ده ويكون بطل العداله المره دي بجد. وفعلا بيقدر انه يسحب السلاح من ايد البنت، وفي ثواني بيقتل العجوز وابنه، وبعدها بيقتل مساعده. وبيبان قد ايه هو حزين وهو بيخلص عليه، لانه بالفعل كان بيعتبره زي اخوه اكتر. واول ما كلهم بيموتوا بتبدا البنت تفوق من حاله السيطره اللي كانت فيها وبيغمى عليها، وعشان كده بياخدها كوجا معاه وبيخرجوا من المكان ده. وساعتها اخيرا اصحابه بيقدروا يوصلوا له، فبيروحوا بسرعه عشان ينقذوه. وقتها بيسيب معاهم البنت اللي بيعرف ان اسمها مايو، وبعدها بيجهز نفسه وبيلبس بدله الفاس بعد ما تم تطويرها، وبياخد بعضه وبيروح على مقر الشركه عشان يواجه والده مصدر الفساد الحقيقي. وقتها بيكون هايتاني سابها وراح على هناك علشان يقتله، وعلى اخر لحظه بيوصل زيتا عشان يوقف اللي بيحصل، وبيهدد هايتاني وبيقوله انه هيقتله ويخلص العالم منه. ساعتها بيضحك هايتاني على كلامه بكل سخريه، وبيقول له ما تقدرش تقتلني ولا تاذيني طول ما انت ما تحاولتش بشكل كامل. وفجاه بيطلع الحجر الاحمر اللي دمجه بجسم جينا قبل كده، وبسبب خروجه من جسمه بيتألم وبيرجع لهيئته البشريه مره تانية. في نفس لحظه وصول كوجا وقتها بينادى عليه والده وبيقول له اقتل جين، هو السبب في تدمير بيتنا وهيدمر شركتنا. ساعتها بيقول له كوجا بكل غضب انت الفاسد اللي دمرت كل حياتنا وحياه كل البشر ولازم تموت. وقتها بيحاول جين يمنع كوجا من اللي هيعمله لانه متاكد انه هيندم بعد كده، لكن كوجا بيكون مصمم انه يحقق العداله المره دي باي شكل وحتى لو على حساب عيلته. وعشان كده بيصوب مسدسه وبيضرب بيه والده، ولكن للاسف والدته بتجري تقف قدامه عشان تحميه، فبتخترق الطلقه جسمهم هما الاثنين وبيموتوا. وبرغم اللي حصل الا ان كوجا مش بيتاثر لحظه واحده، وبيصمم انه يكمل المعركه اللي بداها ضد الفساد. ساعتها بيطلب منه جين يجيب له الحجر الاحمر اللي في ايد هايتاني، ولكن وقتها كان هايتاني بينفذ الخطوه الثانيه من خطه التدمير، وهي انه بيأمر كل الوحوش انها تظهر نفسها وتبدا المعركه. وفجاه بتخرج وحوش من كل حته في المكان وبيبداوا يقتلوا البشر الموجودين وسط محاوله كوجا انه يخلص عليهم كلهم لوحده.
لوحده. وقتها هيتاني بيرمي الحجر الاحمر جنب جين المصاب وبيقول له لو عايز تستخدمه استخدمه، ولكن المره دي انت هتتحول بشكل كامل للابد ومش هترجع لهيئتك البشريه من تاني. ده غير ان ده ممكن يخليك تتغير من صياد اللاعبين للاعب كاره للبشر وتبقى زيك زينا مفيش اي فرق. ساعتها كان جين محتار ومش عارف يتصرف ازاي ولا ياخد قراره، لحد ما بيكتشف ان كونها وصلت المكان. ومش بس كده، لا ده كمان بيكون هيتاني خطف تاناكا وجابها هي كمان. وقتها بيحس انه لازم يحميهم هما الاتنين مهما كلف التمن، حتى لو كان التمن حياته. وعشان كده بيقرر انه يستخدم الحجر الاحمر ويتحول لزيت للابد. وساعتها كوجا بيقف قدامه عشان يمنعه وبيقول له انه لو عمل كده احتمال يبقى شرير، وده اللي بيخلي جين يقول له لو تحولت اللاعب شرير اقتلني بنفسك. ومن بعد الجمله دي بيبدا جين التحول الكامل اللي من شدته بيعمل زلزال بيحس بيه كل اللي في المدينه. واول ما بيتحول جين لزيت بيلاقي كوجا قدامه وفي ايده المسدس، فبيطمنه انه لسه جين وانه ما بقاش وحش شرير. وهنا بتحصل المفاجاه الكبيره لما هيتاني بيضحك وبيقول لزيت شكرا انك ساعدتنا دلوقتي نتحرر كلنا من شكلنا البشري ونظهر بشكلنا الطبيعي للابد. ومن بعد الجمله دي بيطلب من كل الوحوش يتحولوا لشكلهم الحقيقي، وفجاه بيتملي المكان وحوش شكلها مرعب وخطير جدا. ولكن الصدمه الحقيقيه اللي بتصدمنا قبل جين هي ان تاناكا بتتحول هي كمان لوحش زي باقي الوحوش، والاصعب انها بتتحول لوحش ضخم وشكله مرعب، وغصب عنها بتبدا تقتل في البشر هي كمان. وهنا بيكتشف المحقق ان دي تبقى وحش الرمل اللي سبب اكتر جرائم قتل بشعه في المدينه. وساعتها كان كوجا مشغول بمواجهه كل الوحوش وقتل كل اللي يقدر عليه، في حين ان هيتاني كان بيشمت في جين وبيقول له ايه رايك في المفاجاه الحلوه دي. للاسف بقى تاناكا مش هتقدر ترجع لشكلها البشري من تاني، لكن تقدروا تعيشوا انتوا الاتنين كوحوش بقى. هو بيكمل كلامه بعدها وبيقول لو فاكر انك قابلت تاناكا صدفه تبقى غلطان، لان انا اللي خططت لكل ده وانا اللي خليتها تظهر في حياتك عشان تتعلق بيها واخليك تخسرها مرتين. وساعتها كانت تاناكا بتقتل في البشر من غير اي سيطره منها على نفسها، لحد ما كوجا بيتدخل وللاسف وبدون اي مقدمات او رحمه بيقتل تاناكا وبيقسمها لنصين. وصاد جين اللي ما بيقدرش حتى يدافع عن حبيبته الوحيده اللي حبها طول حياته، وده بيخليه يفقد كل ذره عقل ويتحول لوحش كاسر هدفه الانتقام من اللي حصل لحبيبته. وفعلا مش بيسيب هيتاني وبيستخدم كل قوته عشان يحاربه. والغريب ان هيتاني كان سعيد جدا بالتحول ده وبيشكر كوجا لانه كسر قلبه وخلاه يشوف كل الكراهيه دي في عين جين. ساعتها جين فعلا مش بيرحمه وبيفضل يضرب فيه ويطعنه لحد ما اخيرا بيقضي عليه. وبرغم كده بيفضل هيتاني فخور لاخر لحظه بحياته بكل الفوضى والدمار اللي سببه في حياه البشر. وفي الوقت ده بيقف جين في مواجهه كوجا وبيساله بكل حزن ليه قتلتها، ليه ما فكرتش في حل ينقذ الاتنين. ساعتها بيرد عليه كوجا بكل عنف وبيقول له لانها كان لازم تموت ولازم ننقذ البشر على حساب اي حد. وبيتفاجئ جين لما بيكتشف ان كوجا عايز يقتله هو كمان، وبينسى وقتها كل الذكريات والحب اللي كان بينه وبين صاحب عمره واللي في الاصل والبدايه كان هو البطل الخارق اللي كان بيتعلم منه. وعشان كده بيقول له جين انت بالفعل هتكون حققت العداله وبقيت بطل خارق، بس هتكون خسرت لقب انسان. وكل الكلام ده مش بيفرق مع كوجا اللي بيكون خلاص واخد قراره ومصمم عليه، وكمان بيصاب المسدس في اتجاهه. ومهما صرخت كونوها وحاولت تمنعه من الكارثه اللي بيعملها مش بيرد عليها، لحد ما في اخر لحظه بيفقد جين كل صبره وبيهجم عليه. وفي اللحظه دي بيبدا يتحول بطريقه مرعبه وبيظهر قناع اسود بيغطي كل عينيه، ده غير الاجنحه الضخمه اللي فجاه بتطلع له. وفي كل ده بتزيد غريزه القتل عنده وبيكون مصمم يقتل كوجا، ومع ذلك بيعافر الغريزه ده لحد ما القناع اللي على عينيه بيتكسر والاجنحه بتختفي. ساعتها بيحس ان خلاص مكانه ما بقاش بين البشر، وعشان كده بينط من المبنى وبيهرب منهم فورا. وبرغم كل ده بيكون كوجا مصمم يطارده ويقتله، والمره دي اللي بيقف في وشه وبيمنعه هو جده اللي بيقول له كفايه كل اللي انت عملته عشان تحارب الفساد. جين مستحيل يتحول لوحش شرير لانه هيفضل وافي لجده مهما حصل، وجده علمه ازاي يعيش كانسان عنده انسانيه قويه بتحركه. ده غير ان جين اصلا قلبه بشري وده اللي مخليه عاطفي في اغلب الاوقات. سيب جين يشوف حياته لانه مش هيتسبب في خطر على اي حد. ومن بعد الكلام ده بيعرف كوجا عن مطاردة جين، اما كونوها فبيغمى عليها بعد كل الاحداث المؤلمه والمرعبه اللي مرت بيها. وبيعدي 3 سنين كاملين على الحادثه دي وبنعرف ان لسه في وحوش موجوده في قلب المدينه، والمره دي بقوا بيظهروا بشكلهم الحقيقي من غير ما يستخبوا في الهيئه البشريه. وبرغم كده كان موجود اللي بيحاربهم ويقضي عليهم وهو كوجا اللي اتعرف باسم الفاز البطل الخارق، وبسببه قل جدا عدد جرائم القتل بسبب الوحوش. وبنعرف ان كوجا ورث الشركه من بعد وفاه جده ووالده وبقى بيستخدمها المره دي لصالح الناس. ده غير انه كمان اتجوز مايو البنت اللي انقذها من الموت واللي اكتشف انها كانت معجبه بيه من سنين. وبنعرف كمان ان كونوها انفصلت عن اخوها وما بقتش عايشه معاه، وانها عاشت
ماتت مع اكيمي ولسه بتنزل لحد دلوقتي تساعد الفقراء مع اكيمي بدلا من والدتها اللي توفت، وبيكونوا لسه على امل انهم يعرفوا فين مكان جين، وحتى المحقق بيكون بيدور معاهم وعاوز يوصل لمكانه ويطمن عليه. فبتقول لهم اكيمي ان كفايه انه بيتواصل معاها كل فتره وبيطمنهم انه بخير، واكيد في يوم من الايام هيرجع لهم مره تانية. اما زيد فبنكتشف انه بقى بيحارب الوحوش هو كمان، وان الوحوش بتخاف منه ومن قوته اكتر من الفاز، لدرجه انهم بيستخبوا منه لانه قادر يكشفهم بكل سهوله. وده معناه ان معدلات الجريمه قلت بسبب زيد في الحقيقه، مش الفاز بس. ومش بس كده، ده كمان بنعرف انه بيراقب كوجا وبيحميه من بعيد من غير ما يعرف، وبكده بنتاكد ان الفاز مش البطل الحقيقي، وان البطل اللي بجد قرر انه يكون في الضلمه ومحدش يعرف اي حاجه عن بطولاته، والبطل ده هو زيت مان. وبينتهي المسلسل، وبكده بيخلص مسلسلنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل اشعاراتنا، ولو عجبك المسلسل قول لنا رأيك في التعليقات. سلام.